ادي ده كده هو لونها القديم قبل الدهان. هنا تبان اكتر، بس على فكره هي طالعه اغمق، طالعه هنا افتح، هي لونها اغمق من كده. هنا طبعا المعجنه هحولها لكم بقى بعد ما تدهن. ودي كده اوضه الولاد، هي ايه اللون مش باين، هيبان بقى بكره لما ياخد الوش التاني. بصوا، وعمل لي الاطار نفس لون الالموتال. بصوا لون الالموتال اهو، نفس البيبان اهي، هتدهن نفس اللون يعني. بقى هوريها لكم في الوش التاني برضو. قلبي ده بقى شكل الاوضه. انا مش عارفه اللون مش عايز يبان ليه، هو اللون لبني هنا طالع رصاصي، يعني مش لاقيه كورنر كده ابين لكم منه اللون. يعني هو طالع هنا جري، بس هو لبني الفاتح ده كده. وادي كده اهو البلكونه متقفلت الالموتال بتاعها، وهنفرش بقى واوريكم. دي كده اوضه الولاد، لسه بقى كده بوريكم فرق اللون القديم من اللون الجديد اللي بيدهن. بصوا القديم تحت كان لونه عامل ازاي. دي كده اوضه الصالون، لسه بقى هوريكم اوضه الولاد. حبايب قلبي ده كده لون الصالون بعد ما خلص. بصوا هو ناحيه الشباك، عشان لون الشباك بني مبينه ان هو اوف وايت اهو، شايفين الاضاءه كده جايبه كويس الصراحه. هو ده اللون بالظبط. لسه بقى بكره ان شاء الله هياخد وش تاني. بصوا المنظر، لسه الكركبه والحاجات دي. ادعوا لي بقى الدنيا تروق عندي كده بقى. حبيبي ده الصالون بعد ما خلص. بصوا الزاويه هنا مبينه درجه اللون، هي دي درجه اللون بالظبط، اوف وايت او بيج. بصوا النظافه والجمال. هنا بقى الركن بتاع الفون ده حطيته عملته ذهبي زي لون السره فوق بتاعت النجفه. كده بقى قولوا لي ايه رايكم في الالوان. كده يبقى الاوضتين اهم خلصوا. يبقى اهو الاوضتين على بعض كده خلصوا تمام. ولسه بقى بقيه الشقه لون الباب اهو نفس لون الالموتال برضو، عشان يبقى ماتشنج مع بعض الابواب والحاجات دي. هنا بقى كده دي اوضتي تمام، هعملها زي اوضه الولاد برضو على لبني. وبره الصاله هتبقى اوف وايت. هنا بقى كده الصاله دي هتبقى بالطرقه كده اوف وايت. ده بقى كده حبايبي اهو شكلها بعد ما اخدت وش اولاني. لسه برضو الوش التاني هوريهولكم، لسه الارض ما اتنضفتش. مش لاقيه، عايزه كورنر كده. لسه هنا الشباك برضو متبيضش. لكن الركن هنا كده اهو، هي دي كده درجه اللون. لسه طبعا البني ده هيتبيض زي ايه برضو اللون باب الالموتال وباب اوضه الولاد، يعني الخشب كله هيبقى لون واحد. وده على فكره شريط الليد اللي مركبينه، هو عاكس عامل اضاءه جامده، مش عارفه ابين لونه حلو، بس لما تخلص بقى خالص هتبان اكتر. فاضل بقى هنا اهو الصاله زي ما وريتكم اهو لونها. هي كانت بيج، كانت الموضه وقتها اللي هي حيطه لون وبقيه الحيطان لون. هنا موف اهو، طبعا برضو لمض الليد هنا مش باينه قوي. ايوه مش عامله الاضاءه. الحيطه هنا بيج، واللون التاني معاها كان موف تمام. وهنا كان الحلق بني. طبعا هيبقى الحلق زي اللون من جوه، يعني بصوا اللون من جوه اهو، يعني يعتبر على بيج شويه، هيبقى ده زيه برضو. طبعا لما يخلص هوريها لكم على بعضها ان شاء الله تمام. قولي بقى ايه رايكم في الالوان وذوقي واختياراتي.
بقى الدربكه اللي بره دي مالناش دعوه بيها، ونخش على المطبخ. هعمل النهارده سمك سافوليا. تمام، تبلته اهو، وسردين مكساوي. التتبيله بقى حطيت ملح وكمون وخل وتوم. تمام، السافوليا والسردين مع بعض، ملح وكمون وخل وتوم. خلاص نسيبه بقى في التتبيله دي ساعتين 3 ونعمله مع بعضين. يلا بينا. هنا كده حبايبي بقى، هو بحطه في الدقيق واخده ايه احمره اهو. بصوا لونه وجماله. هنطلعه كده قدامكم اهو. طلع واحده شوكولاته. بصوا اهو، هطلعه واوريهولكم في الطبق. هنا كده حبيبي ده شكله بعد ما طلعته. ده كده ايه مطلعه شويه يعني مش كله. بصوا اللون، القرمشه، مش عارفه سامعين القرمشه عامله ازاي؟ تحفه. ودقيق بس، ولا بقى دقيق وميه، ولا اشيله من الدقيق احطه في الميه، ولا اشيله من الميه احطه في الدقيق. لا، هو مجرد ان انا حطيته في الدقيق وبعدين على النار وبعدين طلعته. وهو خطواته سهله قوي يعني. وبعدين هو بصراحه ولادي بيحبوه ان هو شبه البانيه. السمك السيفوني ده ما فيهوش شوك كتير يعني، هو يا دوبك الرصه اللي في النص دي وخلاص، مش زي بقى البولتش والبوري يبقى كله شوك. لا هو حلو قوي للاطفال يعني. وطبعا بما اننا دلوقتي في ايام امتحانات، في ناس لسه بتمتحن، اسماك البحر مفيده جدا للذاكره وتنميه الذاكره. فاهم حاجه تخلي في اسبوع على الاقل يومين سمك. تمام، يلا نكمل مع بعضينا بقى السردين. هنا بقى حبايبي اهو جبت السردين، وفرت برده في الدقيق اهو. وهنطلعه بقى ايه نحطه على النار اهو. مش عارفه اوريهولكم مش باين الدقيق معلش. تمام، هطلعه بقى احطه على النار. وهنا بقى بصوا عملت جنبه رز ابيض. هزودلكم الفلفله. بصوا عامل ازاي. رز ابيض عباره عن ايه؟ مفيش طبعا. بتغسلي الرز كويس، كوبايتين مثلا الرز، بتحطي كوبايتين ونص ميه يغلوا، وبتشوحي الرز في الزيت. تمام، ياخد تشويحه كده اسمها تحويره، بنحوره. وبعدين ننزل عليه بالميه المغليه والملح والزيت بس، ويتوطى عليه النار. ما بتحطوش اي بهار تاني، ان هو حلاوته في كده. هو طعم الرز بس بيبقى جامد جدا. جربوه برده بطريقتي هتعجبكم ان شاء الله. هنا بقى حبايبي اهو السردين نفس الحكايه طالعه. سامعين القرمشه بتاعته؟ نفس الحكايه يعني، مجرد بس بتحطيه في الدقيق وعلى الزيت على طول يكون سخن بس كده. ادي اهو السافوليا. اتفضلوا معانا حبايبي، الف هنا. وادي السردين. وحاولي تكتري من الاسماك وخصوصا السردين، لان فيه اوميجا 3 ومش غالي قوي زي بقيه الاسماك، مفيد جدا للاطفال. تمام، وصلتوا لحد هنا. لايكات بقى، ها اللايكات بتاعتكم والشير وسبسكرايب في القناه، التعليقات الحلوه بتاعتكم. مع السلامه حبايبي.